بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثاني الاعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل مع بعض ان شاء الله في الفيديو ده تمارين 2 على الدرس الثاني جبر، ان هو مجموعة الاعداد غير النسبية في الترم الاول من كتاب المعاصر نسخة 2024. قبل ما نبدأ بحل الاسئلة، تعال افكرك يعني ايه عدد نسبي اللي خدناه في سنة اولى اعدادي، ويعني ايه عدد غير نسبي اللي هو علينا السنة دي. نبدأ بالعدد النسبي. كنا بنقول هو العدد اللي اقدر احطه في صورة ألف على باء. يعني ايه ألف على باء؟ يعني بسط على مقام، ويكون الألف والباء يعني البسط والمقام ينتمي لصاد، يعني يكون البسط والمقام أعداد صحيحة. والشرط الثالث المهم أن باء لا تساوي صفر. كنا بنقول الصفر في المقام حرام، يعني ما ينفعش الصفر يبقى في المقام. طب ايه الأمثلة على الأعداد النسبية؟ كل الأعداد اللي انت خدتها قبل كده والمجموعات اللي خدتها قبل كده هي نسبية. زي مجموعة الأعداد الصحيحة، كل عدد صحيح هو نسبي. زي مثلا لما أقول لك 5، تقول لي ال5 دي أقدر أخليها 5/1، ألف على باء، والألف والباء أعداد صحيحة، والباء أن هو المقام ما يساويش صفر، يبقى ده نسبي. طب إيه كمان؟ الكسور الاعتيادية، لو قلت لك 2/3 هو ألف على باء، يبقى ده نسبي. الكسور العشرية، النسبة المئوية برضو نسبي، 15% دي أقدر أخليها 15/100. طب ببساطة إيه هو العدد غير النسبي اللي هنرمز له بنون شرطة؟ هو أي عدد تلاقيه تحت جذر، سواء جذر تربيعي أو جذر تكعيبي، وما يكونش له جذر. زي لما أجي أقول لك الجذر التربيعي ل7، ينفع في عدد اضربه في نفسه مرتين يديني 7؟ لا، يبقى جذر 7 ده عدد غير نسبي. زي لما اقول لك مثلا الجذر التكعيبي مثلا ل5، تقول لي جذر تكعيبي يعني عدد بضربه في نفسه 3 مرات. هل في عدد تضربه في نفسه 3 مرات يدي لك 5؟ لا، يبقى الجذر التكعيبي لل5 ده غير نسبي برضه. زي ايه كمان؟ زي الباي بس بشكلها ده. انما لو اداني قيمة الباي ان هي 22/7 او 3.14%، اقول له ده نسبي. لكن الباي بالشكل ده غير نسبي. وتعالى نبدأ بأول سؤال ونأكد على المعلومات دي. بيقول لي هنا في كل مما يأتي بين نوع كل عدد من حيث كونه نسبيا أو غير نسبي. اللي نسبي هنكتب قصاده نون، واللي غير نسبي هنكتب نون شرطة. أول حاجة -5، على طول أقول له ده نون، ده نسبي. ليه؟ -5/1 خليتها بسط على مقام، يبقى ده نسبي. طب 2 و2/3 برضه نسبي. احنا اتفقنا هقول غير نسبي لو كان تحت جذر وملوش جذر، لكن أي حاجة بعد كده أقول عليها نسبي. طب 2 و6 أقول له نسبي. طب 2 و3 في 10 أس 5 برضه نسبي. دي الصورة القياسية اللي خدناها في أولى إعدادي. طب رقم 5 سالب جذر 36، خلي بالك السالب بره، انا ما ينفعش احط السالب تحت الجذر التربيعي، برضه اقول له ده نسبي. واحد هيقول لي ما هو ده تحت جذر اهو يا مستر، بس له جذر. السالب هنزلها، والجذر التربيعي ل 36 هو 6، خلاص يبقى نسبي. طب الجذر التكعيبي ل 36، هنا اقول له غير نسبي، ينتمي لنون شرطة، لأن مفيش عدد أضربه في نفسه 3 مرات عشان الجذر التكعيبي يديني 36، فيبقى ده عدد تحت الجذر وملوش جذر، يبقى ده غير نسبي. طب الجذر التربيع ل7 برضه أقول له غير نسبي، نون شرطة، مفيش عدد نضربه في نفسه مرتين يدينا 7. طب الصفر، عارفينها كلنا إن الصفر عدد نسبي، هو عدد نسبي غير موجب وغير سالب. طيب هنا القيمة المطلقة ل5، أنا عارف أن أي عدد وسط القيمة المطلقة بيطلع بالموجب، يبقى هنا أقول له ده نسبي، ينتمي لنون، لأن ده مش تحت جذر وملوش جذر ولا حاجة. طب رقم 10 الجذر التكعيبي ل64/81، تعال نشوف ده ليه جذر ولا لأ. البسط له جذر، جذر ال64 الجذر التكعيبي ليها 4، ماشي. طب والمقام، في عدد تضربه في نفسه 3 مرات يديلك 81؟ أكيد لأ، يبقى ده غير نسبي، ينتمي لنون شرطة. رقم 11 الجذر التربيعي ل25/16، تعال نشوف لها جذر. لو خرجت من تحت الجذر ولها جذر يبقى ده نسبي.
ملهاش جذر يبقى غير نسبي. الجذر التربيع 25 هو 5، العدد اللي اضربه في نفسه مرتين يديني 25 هو 5. الجذر التربيع 16 هو 4، يبقى خرجت كده من تحت الجذر وليها جذر، يبقى ده نسبي ينتمي لنون. 12 جذر تلت، اقول له هو الواحد له جذر تربيعي هو 1، انما التلاتة ملهاش، مفيش عدد اضربه في نفسه مرتين يديني 3، يبقى العدد ده غير نسبي ينتمي لنون شرطة. رقم 13 بيقول الجذر التكعيبي ل3 و8 و3 على 8. اقول له طالما حاجة تحت جذر وفي عدد صحيح وكسر وكده لازم ارفع الكسر الاول. يعني ايه ارفع الكسر؟ يعني اخلص من العدد الصحيح ده. بنقول كده اغنية كده، ايده في رجله زائد راسه، يعني نزل التمانية ان هي رجله دي واضرب 3 في 8 ب24، 24 زائد 3 اللي فوق يديني 27. دور كده هو له جذر تكعيبي ولا لأ؟ الجذر التكعيبي ل27، يعني مين العدد اللي تضربه في نفسه 3 مرات يدي لك 27؟ هو التلاتة. والجذر التكعيبي ل8 عارفينها 2، يبقى الكلام ده اللي تحت الجذر له جذر، خلاص يبقى ده نسبي ينتمي لنون. رقم 14 بيقول لي الجذر التكعيبي ل 343 من 1000. عدل شكل العدد بتاعك الأول، خليه ألف على باء عشان تعرف تطلع له الجذر. أنا بدل ما هي 343 من 1000 هخليها 343 على 1000. البسط هنا له جذر تكعيبي، الجذر التكعيبي لل 343 هو 7، والمقام برضه له جذر تكعيبي، الجذر التكعيبي لل1000 هو 10، يبقى العدد ده نسبي. عايز تطلع الجذر التكعيبي على الآلة الحاسبة، اضغط شيفت جذر واكتب العدد اللي انت عايزه. رقم 15 اتفقنا في الأول، أول ما أشوف باي بالشكل ده أقول له ده غير نسبي ينتمي لنون شرطة. إنما لو اداني القيمة التقريبية الباي أن هي 22 على 7 أو 3 و14 من 100 أقول له ده نسبي. طب 16 سالب 5 أس صفر أقول له نسبي ينتمي لنون. ليه؟ أي عدد أس صفر بيساوي 1، والواحد ده عدد نسبي. طب 0 على 3 أقول له برضه نسبي، لأن 0 على أي حاجة بتساوي 0، والصفر عدد نسبي. طب هنا جذر 9 على جذر 4 أقول له هل دول لهم جذر فأقول إن هو نسبي ولا ملهمش؟ تعال نشوف. جذر 9 3 وجذر 4 2، يبقى لهم جذر، يبقى ده نسبي. رقم 19 جذر 9 زائد جذر 16، كل واحدة تحت جذر لوحدها، شوف ليهم جذر ولا لأ. 9 جذرها التربيعي 3 زائد 16 جذرها 4، و3 زائد 4 يديني 7، يعني اداني عدد نسبي، يبقى الكلام ده نسبي. رقم 20 بيقول لي جذر 4 ناقص جذر 11. اقول له 4 عليها جذر ان هي 2 ناقص 11، في عدد تضربه في نفسه مرتين يدي لك 11؟ اكيد مفيش، يبقى هتفضل تحت الجذر زي ما هي. وطالما فضلت معايا حاجة تحت جذر وملهاش جذر يبقى ده غير نسبي ينتمي لنون شرطة. السؤال التاني بيقول لي أوجد قيمة تقريبية لكل من الأعداد الآتية. السؤال ده ممكن نحله بالآلة الحاسبة، طالما مش عايز خطوات وجايبهولي بالطريقة دي ممكن تحله بالآلة الحاسبة، وهناخد بعد شوية شكل تاني من السؤال ده نحله بالخطوات ونتأكد بعد كده من الآلة الحاسبة. فاختصارا للوقت هنحل ده بالآلة الحاسبة، وبعد كده نبقى نشوف الخطوات هنحلها ازاي. كل اللي هتعمله في الأول هنا في السؤال الأول هتكتب على الآلة جذر 11. الآلة لو اديت لك جذر 11 زي ما هو اضغط اس دي هيديهولك عشري، هيطلع لك عدد زي كده 3 علامة 3 1 6 6 2 4 7 وهكذا. هو عايزه الأقرب جزء من 100. نرجع كده لشغل ابتدائي، جزء من 100 يعني هاخد رقمين في الكسر العشر اللي على اليمين، أول رقمين جنب العلامة، بس هنشوف اللي بعدهم من الأرقام الكريمة ولا البخيلة. إيه هي الأرقام الكريمة؟ 5 والأكتر، 5 6 7 8 9. الأرقام الكريمة دي تزود اللي بعدها 1. طب إيه هي الأرقام البخيلة؟ إلى أقل من 5 ما يزودش حاجة. فأنا هنا عايز لأقرب جزء من 100، خلاص أنا هاخد 31 بس أبص على اللي جنبها 6. 6
من الأرقام الكريمة، يبقى هتدي ال31 دي 1. يعني هقول له كده تساوي 32 هنا في الجزء العشري، وانزل العلامة والعدد الصحيح زي ما هو. يبقى جذر 11 ده يساوي تقريبا 3.32%. طب الجذر التكعيبي ل7 هكتبه ازاي؟ الجذر التكعيبي على الآلة ما تكتبش جذر على طول زي في الجذر التربيعي، لا، احنا في التكعيبي الأول لازم تكتب شيفت جذر 7. اضغط يساوي، لو طلعتها لك زي ما هي اضغط على مفتاح الاس دي ده لك عشري، فهيدي لك بالشكل ده 1 علامة 9 1 2 9 3 1 1 وهكذا. هو عايز لأقرب جزء من 10، طالما جزء من 10 يبقى هاخد رقم 1 من الأجزاء العشرية دي، ونشوف اللي بعده. اللي بعده 1 من الأرقام البخيلة، يبقى ال9 دي مش هتزيد حاجة، يبقى هتنزل زي ما هي. ننزل ال9 والعلامة والعدد الصحيح، يبقى نقول له كده جذر التكعيبي ل7 يساوي تقريبا 1.9. رقم 3 برضو جذر تكعيبي، اضغط شيفت جذر واكتب تحته -9، هيديلك -2. وشوف هو عايز لأقرب جزء من ايه. هي الآلة هتديلك بالشكل ده، هيبقى -2 علامة 0.80083 وأرقام تانية. هو عايز لأقرب جزء من 10، يبقى خد أول رقم جنب العلامة، وشوف اللي بعده ال8 دي من الأرقام الكريمة، يبقى هتزود الصفر ده 1. الصفر لما نزود له 1 يبقى 1، ونزل العلامة وكل العدد الصحيح اللي على شمالها ده زي ما هو، يبقى 2.1. وما تنساش هنا السالب، يبقى -2.1. رقم 3 بيقول لي أوجد عددين صحيحين متتاليين ينحصر بينهما كل مما يأتي. امسك كده الجذر 5 اللي هو مديها لك، وهي تنحصر بين عددين صحيحين. يعني ايه تنحصر بين عددين صحيحين؟ يعني دور على عدد صحيح قبلها وعدد صحيح بعدها. يبقى هنعمل العلامتين دول كده، نقول له جذر 5 في النص كده أكبر من مين وأصغر من مين. عشان تلاقي هنا عدد صحيح قبل الجذر 5، دور على مين قبل ال5 يكون له جذر. قبل ال5 ال4 هل لها جذر تربيعي؟ يبقى هنا قبلها جذر 4. طب مين بعد ال5 يكون له جذر؟ ال6 ليها؟ لا. طب ال7 برضو لا. ال8 لا. هتلاقي جذر 9. ال9 لها جذر تربيعي. يبقى اقول له كده بما ان جذر 5 اكبر من جذر 4 واصغر من جذر 9، يبقى اذن العددان هما، يبقى اذن جذر 4 طلعها جذرها 2 اصغر من جذر 5 زي ما هو، اصغر من جذر 9 3. يبقى العددان اللي بينحصر بينهم جذر 5 ويكونوا اعداد صحيحة هما ال2 وال3. يبقى اقول له العددان هما 2 و3. وممكن تريح نفسك وتجيب اللي قبلها بس، واللي بعدها تزود له 1. يعني اللي قبل جذر 5 وله جذر هو جذر 4 ان هو 2. طالما اللي قبلها صحيح هو 2، يبقى اللي بعدها 3. لو كان اللي قبلها 3 يبقى اللي بعدها 4. لو كان اللي قبلها 4 يبقى اللي بعدها 5 وهكذا. طب تعال نشوف جذر 12. هكتب له جذر 12 في النص كده، واقول له العلامتين اهو. ومين اللي قبل ال12 ولها جذر؟ ال11 لا. ال10 لا. اكيد ال9، يبقى جذر ال9. طب اللي بعدها جذر ال9 3. يبقى انت هنا عايز اللي بعدها حاجة جذرها يكون 4، ان هي ال16. يبقى كده اقول له جذر ال9. قلت له بما ان الكلام ده يبقى اذن جذر ال9 3 اصغر من جذر ال12 اصغر من جذر ال4 او جذر ال16 4. يبقى العددين اللي ينحصر بينهم جذر ال12 هما ال3 وال4. اقول له اذن العددان هما 3 و4. طب هنا في الجذر التكعيبي ل10 اكتبها في النص زي ما اتفقنا، واعمل العلامتين بتوعك، ودور المرة دي على حاجة قبل ال10 بس يكون لها جذر تكعيبي. اوعى تقول لي ال9 لها جذر تربيعي بس ملهاش تكعيبي. يعني ايه لها جذر تكعيبي؟ يعني حاجة اضربها في نفسها 3 مرات تديني اللي تحت الجذر ده. هتلاقيها الجذر التكعيبي لل8، هي اللي قبل ال10 ولها تكعيبي.
طب اللي بعد ال10 اقول لها تكعيبي عشان ما تحيرش نفسك وتجرب كتير. جذر التكعيبي لل8 2، يبقى انا هنا عايز 3. قول لي الجذر التكعيبي الكام يديني 3، هتلاقيها 27. يبقى هنا الجذر التكعيبي لل8 2 اقول له نفس العلامة اصغر من دي، عايزها زي ما هي اصغر من دي 3. يبقى اذا العددان هما 2 و3، لان هو عايز اعداد صحيحة تنحصر بينهم الجذر التكعيبي 10. خلي بالك معايا هنا في رقم 4 لان بتغلط ناس كتير. انا همشي بنفس الخطوات كده، هقول له الجذر التكعيبي لسالب 20. السالب دي هي اللي بتغلطنا، وهعمل نفس العلامتين واقول له 1 هات لي حاجة لها جذر تكعيبي، بس هنا طبعا هنكتب سالب قبل الجذر التكعيبي لسالب 20 وبعدها برضو هنا هكتب سالب تحت الجذر. فواحد يقعد يدور كده يقول لي اللي قبل السالب 20 يعني اللي اصغر منها سالب 19 سالب 18. الكلام ده غلط. هو انت لو جيت سألتك السالب 19 اصغر من السالب 20 هتقول لي لا، السالب 19 دي اكبر من السالب 20. يبقى انت كده على اليمين انت عايز حاجة اصغر من السالب 20. في الاعداد السالبة كل ما اشوف العدد كبير كل ما قيمته تقل. يعني اللي اصغر من سالب 20 ما اقولش سالب 19، اقول سالب 21 سالب 22 واقعد ادور كده لغايه ما توصل لسالب 27. طب اللي اكبر ان هو اللي بعدها، اللي اكبر من سالب 20 ما تقوليش سالب 21، ده اعداد سالبه، اعكس الكلام. اللي اكبر من سالب 20 هو سالب 19 سالب 18. اقعد تدور كده لغايه ما هتوصل لسالب 8 هو اللي اكبر ولها جذر تكعيبي. الجذر التكعيبي لسالب 27 هو سالب 3، ودي زي ما هي العلامة والعدد بتاعنا زي ما هو أصغر من الجذر التكعيبي لسالب 8 هو سالب 2. يبقى أقول له العددان هما سالب 2 وسالب 3، أو سالب 3 وسالب 2 مش هتفرق. يبقى أنا عايزك تركز في لما كان الأعداد موجبة كنا بنقول اللي قبل 10 هو 9، إنما هنا في الأعداد السالبة اللي قبل السالب 20 ما تقوليش سالب 19، لا قول لي اللي قبلها يعني اللي أصغر منها سالب 21 سالب 22 وهكذا. السؤال رقم 4 قريب شوية من السؤال اللي فات، بيقول لي إذا كان س عددا صحيحا أوجد قيمة س. خلي بالك أنا عايز السين بس مش عايز اللي بعدها. إحنا هنعمل إيه؟ هقول له برضو جذر 2 ده ينحصر بين عددين صحيحين زي ما عملنا في السؤال اللي فات. مين اللي قبل الاتنين ولها جذر تربيعي؟ أكيد الواحد. طب طالما اللي قبلها واحد جذر الواحد ده 1، يبقى أكيد اللي بعده 2. مين اللي أحطه تحت الجذر التربيعي يديني 2؟ أكيد 4. ما هو اللي بعد الاتنين ولها جذر تربيعي هي ال4. يبقى أقول له كده دي جذرها 1 أصغر من جذر 2 أصغر من 2. هو عايز ايه؟ هو عايز السين مكانها هنا كان الجذر 1، يبقى اقول له اذا س تساوي جذر الواحد ان هو 1. بنفس الطريقة برضو عايز قيمة السين، هقول له هجيب لك اللي قبلها واللي بعدها. اللي قبل 80 ولها جذر تربيعي اقعد جرب كده هتلاقيها ال64 لو قعدت تجرب كل الاعداد اللي قبل 80. طب الجذر التربيعي ل64 كام؟ 8. خلاص يبقى اللي بعدها أكيد 9. جذر مين اللي يديني 9؟ هو جذر ال81. يبقى أقول له كده الجذر التربيعي ل64 هو 8 أصغر من جذر 80 أصغر من دي جذرها 9. أنت عايز مين؟ قال لي أنا عايز السين مكانها أهو إن هو 8. أقول له إذا س تساوي 8. حتى أنا لو عايز أتأكد هو بيقول لي اللي بعدها س زائد 1، ما هو فعلا السين ب8 س زائد 1 يعني 8 زائد 1 فعلا يديني 9. هنا اللي قبلها السين اللي هو عايزها 1، اللي بعدها س زائد 1 يعني 1 زائد 1 فعلا يديني 2. رقم 3 خلي بالك ده جذر تكعيبي، هقول له الجذر التكعيبي لل5 كده ادور على حاجة قبلها لها جذر تكعيبي، ما تقوليش ال4 لها تربيعي، لكن انا بدور على التكعيبي بقول له الجذر التكعيبي ل1.
طب اللي بعدها احترت فيها، اعمل الجذر التكعيبي وقول لنفسك اللي قبلها 1 يبقى اكيد اللي بعدها 2. مين اللي الجذر التكعيبي بتاعه 2؟ هي اكيد ال8. او اضرب الاتنين في نفسها 3 مرات يدي لك 8. قول له كده الجذر التكعيبي الواحد هو 1 اصغر من الجذر التكعيبي ال5 اصغر من دي الجذر التكعيبي بتاعها 2. انت عايز ايه؟ قال لي عايز السين. السين مكانها على اليمين اهو، اقول له اذا س تساوي 1. بنفس الطريقة هنا نزل الجذر التكعيبي ال50 وقول لنفسك مين اللي قبل ال50 ولها تكعيبي، لها جذر تكعيبي. هتقعد كده ترجع لورا هتلاقي ال27. قول له الجذر التكعيبي ل27. طب اللي بعدها كام؟ جذر التكعيبي ل27 هو 3، يبقى اكيد اللي بعدها 4. جذر التكعيبي الكام يدينا 4؟ مش عارف. اضرب 4 في 4 في 4 يدي لك 64. قول له كده دي ب3 اصغر من الجذر التكعيبي ل50 اصغر من الجذر التكعيبي ل64 ان هو 4. انت عايز ايه؟ قال انا عايز السين. اقول له السين اهو مكانها 3، يبقى اذا س تساوي 3. رقم 5 زي ما اتفقنا ما يلخبطناش السالب. هقول له سالب الجذر التكعيبي ال100 واعمل العلامتين كده، وما تدورش وتقول لي اللي اصغر من السالب 100 هو السالب 99. لا، اعكس الكلام في الاعداد السالبة. اللي اصغر وقبل السالب 100 هو السالب 101، وافضل عد كده سالب 102 سالب 103 لغاية ما هتوصل للجذر التكعيبي لسالب 125، هي اللي لها جذر تكعيبي. وقول لنفسك كده الجذر التكعيبي ل 125 5، يبقى أنا هنا عايز حاجة تديني سالب 4 اللي بعدها. اللي أكبر من السالب 5 هو السالب 4. اضرب سالب 4 في سالب 4 في سالب 4 يدي لك سالب 64. يبقى هنا هتقول لنفسك دي بسالب 5 أصغر من دي زي ما هي سالب 100، دي اديني سالب 4. هو عايز السين، أقول له السين على اليمين، يبقى السين بسالب 5. أقول له إذن س تساوي سالب 5. ما تتلخبطش هنا وتقول لي العدد ده سالب، لا ده محطوط وسط القيمة المطلقة. يعني معنى كده القيمة المطلقة بتشيل السالب ده، فكده العدد ده هو جذر 35 من غير السالب. يبقى هنا أقول له الجذر التربيع ال 35 وأعمل العلامتين ودور كده خلاص بقى موجب. دور على حاجة قبل ال 35 ولها جذر تربيعي، هتفضل تدور على اللي قبلها هتلاقي 25. طب اللي قبلها جذر ال 25 هو 5، يبقى اللي بعدها ال6. اضرب ال6 في نفسها مرتين عشان ده تربيعي هيدي لك 36، يبقى جذر ال 36 دي جذرها 5. اقول له اصغر من جذر 35 اصغر من جذر ال 36 ان هو 6. انت عايز السين بس مش عايز العددين، اقول له السين مكانها ال5، يبقى اذا س تساوي 5. ده زي السؤال اللي قابلنا في رقم 2، بس هنا هنحله بالخطوات مش بالآلة، لأنه بيقول لي أوجد قيمة تقريبية لكل من الأعداد الآتية وتحقق من صحة إجابتك باستخدام الآلة الحاسبة. يبقى أنا هستخدم الآلة الحاسبة عشان أتحقق من صحة الإجابة بس. بنفس الكلام عشان نجيب قيمة تقريبية لجذر 20، حط لي الجذر 20 كده في النص وهات لي عدد قبلها وعدد بعدها يكون له جذر. اللي قبل ال20 وله جذر تربيعي أكيد ال16. لما تجرب كده قبلها 19 ملهاش، 18 ملهاش، 17 هتلاقي ال16. يبقى أكيد اللي بعدها جذر ال16 دي 4، يبقى هنا أنا عايز حاجة تديني 5 أن هو ال25. قول له كده دي في النص بين دول ودي جذرها 4 أصغر من جذر 20 أصغر من دي جذرها 5. طب هل خلصت مسألتي على كده وهو طالب مني عددين صحيحين ينحصر بينهم الجذر 20؟ لا، ده بيقول لك أوجد قيمة تقريبية لجذر 20. يبقى هعمل إيه؟ خد كده من الأربعة زود كل مرة 1/10 لغاية ما تعدي 20. يعني إيه؟ يعني هقول له 4 و1/10 أنا هربعها، و4 و2/10 هربعها، و4 و3/10 كل شوية بزود 1/10 لغاية ما أعدي 20. وهقول لك هنعمل إيه دلوقتي.
اكتب على الآلة الحاسبة بتاعتك 4.1 واكتب عليها أس 2 ان هو تربيع. الآلة هتدي لك 16.81. طب ربع 4.2، الآلة هتدي لك 17.64. هل وصلت ل20؟ لا، ده أنا لسه في 17 وشوية. طب ربع 4.3، الآلة تدي لك 18.49. برضو لسه ما وصلتش ل20. كمل كمان، قول له هنا 4.3، هخليها 4.4، وهربعها برضو. ربع كده 4.4، الآلة هتقول لك 19.36. متهيألي قربنا نوصل لل20 شوية. كمل كمان وقول له 4.5، هزود 1 وهربعها. الآلة هتقول لك دي ب20.25. متهيألي احنا دلوقتي عدينا ال20. 4.5 دي 20 وشوية. يبقى معنى كده أن الجذر 20 دي قبل ال20 وشوية وبعد ال19 وشوية، تنحصر بين الاتنين دول. طب الاتنين دول كان أساسهم إيه؟ كان أساسهم 4.4 و4.5 قبل مربعهم. يبقى أقول له كده الجذر 20 ده ينحصر بين 4.4 و4.5. يبقى القيمة التقريبية بتاعته يا إما 4.4 يا إما 4.5. أقول له إذن جذر 20 يساوي تقريبا 4.4 أو 4.5. واروح اتأكد بالآلة الحاسبة، اكتب فيها جذر 20 واضغط يساوي، ولو اداني جذر 20 اضغط اس دي. اقول له كده باستخدام الآلة الحاسبة جذر 20 يساوي تقريبا 4. الآلة هتدي لك 4.47. فعلا اجابتي صحيحة. 4.47 دي فعلا 4.4 و4.5 دي بينهم. يبقى ده باستخدام الآلة الحاسبة وده بالخطوات. ما فهمتهاش؟ تعال نأكد أكتر بالسؤال اللي بعده واللي بعده. رقم 2 بيقول الجذر التكعيبي ل17. زي ما اتفقنا اكتب الجذر التكعيبي ل17 ودور على حاجة بس يكون لها تكعيبي المرة دي قبل ال17. هتقول 16 15 وتفضل كده توصل لغاية الجذر التكعيبي ل8. دي اللي لها جذر تكعيبي. الجذر التكعيبي ل8 هو 2، يبقى أكيد اللي بعدها 3. الجذر التكعيبي الكام يديني 3؟ هو 27. قول له بما أن الكلام ده يبقى إذن دي جذرها 2 أصغر من الجذر التكعيبي ل17 أصغر من دي جذرها 3. خلي بالك في المسألة اللي فاتت كان عندي جذر تربيعي فكنت بربع الأعداد. المرة دي عندي جذر تكعيبي، يبقى أنا هنا عايز قيمة تقريبية للجذر التكعيبي ل17. امسك اللي قبلها ان هو ال2 بس قول له 2.1 تكعيب مش تربيع عشان ده جذر تكعيبي. يعني هنكعب اللي قبلها. المرة اللي فاتت كنت ربعت، المرة دي هكعب 2.2 تكعيب، 2.3 تكعيب، 2.4 تكعيب يعني أس 3. واكتب على الآلة كده الكلام ده كله 2.1 أس 3 هيدي لك 9.261. متهيألي لسه بدري على 17. هعمل لك دول كلهم كده في خطوة واحدة عشان ما طولش عليك الفيديو. أنا وصلت لغاية 2.4 أس 3 اداني 13 وشوية، لسه بدري على 17. يبقى أكمل بعد 2.4 أقول له 2.5 أس 3، 2.6 أس 3، 2.7 أس 3 لغاية ما نوصل كده نعدي 17 دي. اعمل على الآلة الحاسبة بتاعتك 2.5 أس 3 هيدي لك 15.625. لسه ما وصلناش لل17. طب جرب 2.6 أس 3 هيدي لك 17.576. أنا هنا مش محتاج 2.7. ليه؟ في 2.6 لما كعبتها اداني 17 وشوية، يعني عديت ال17. أقول له يبقى جذر ال17 بين الاتنين دول كده
بين الاتنين وخمسة من عشرة واتنين وستة من عشرة، لأن دي عديت ال17 ودي اللي قبلها. أقول له كده يبقى إذن جذر 17 أو الجذر التكعيبي ل17 ينحصر بين 2.5 من عشرة و2.6 من عشرة. يبقى الجذر التكعيبي ل17 يساوي تقريبا يا إما 2.5 من عشرة أو 2.6 من عشرة. واروح اتحقق كده بالآلة واقول له كده باستخدام الآلة الحاسبة، ادخل على الآلة شيفت جذر 17، الآلة هتديني كده، اقول له الجذر التكعيبي ل17 بيساوي، الآلة هتدي لك 2.57%، وانا طلعتها 2.5 او 2.6، وفعلا دي لما اضيف لها صفر ودي صفر تبقى 50 وهنا 60، ال57 بين ال50 وال60. يبقى كده اتأكدت ان خطواتي صحيحة. رقم 3، في ناس بتتخض كده لما تلاقي جذر 5 زائد حاجة او ناقص حاجة. مبدئيا كده في الاول مالكش دعوة بزائد كام، انت اشتغل على جذر 5 زي ما اشتغلنا في المسائل اللي فاتت، وفي الاخر هو مزود لك عليها واحد، ابقى زود للي انت هتوصل له في الاخر واحد. تعال نمشيها بالترتيب كده وبالخطوات ونفهمها اكتر. انا اخد جذر 5 بس، وبنفس الطريقة كده اجيب له عدد قبلها وعدد بعدها، هتلاقي اللي قبلها وله جذر هو ال4، جذر ال4 2، واللي بعدها وله جذر هو ال9. قول له يبقى دي جذر ال4 2 اصغر من جذر ال5 اصغر من ال3، وامشي على جذر 5 وفي الاخر ابقى زود له الواحد اللي هو مزوده. يعني ايه؟ يعني بنفس الخطوات كده هنقول 2 اللي قبل الجذر 5 2، يبقى 2.1 من عشرة، وده جذر تربيع يبقى انا هربع 2.2 من عشرة تربيع 2.3 من عشرة تربيع لغاية ما نعدي ال5 على الآلة كده. 2.1 من عشرة لما تخلي لها أس 2 يدي لك 4.41%، لسه ما جبناش ال5. طب 2.2 من عشرة يدي لك 4.84%، لسه برضو. 2.3 من عشرة يدي لك 5.29%، متهيألي كده عدينا ال5، دي 5 وشوية، يبقى الجذر 5 في النص هنا بين 2.3 من عشرة و2.2 من عشرة. يبقى أقول له كده إذن الجذر 5 ينحصر بين 2.2 من عشرة و2.3 من عشرة. طب هو مش عايز جذر 5، هو عايز جذر 5 زائد 1. قول له زي ما انت زودت على دي 1 انا هزود لك على الاتنين دول 1. يبقى اقول له كده جذر 5 زائد 1 زي ما انت عايز. انا عملت ايه؟ زودت 1 هنا، يبقى هزود 1 هنا و1 هنا. وخلي بالك ده 1 صحيح، يعني نزوده على العدد الصحيح. العدد الصحيح هنا 2 هيبقى 3 وانزل الكسر زي ما هو. العدد الصحيح هنا 2 يبقى 3 وانزل الكسر زي ما هو. يبقى كده القيمة التقريبية لجذر 5 زائد 1، أقول له إذن جذر 5 زائد 1 بيساوي تقريبا يا إما 3.2 من عشرة أو 3.3 من عشرة. اكتبها برضو باستخدام الآلة الحاسبة عشان تتأكد. اكتب على الآلة الحاسبة جذر 5 وبعد كده روح بعيد كده واكتب زائد 1، الآلة الحاسبة هتقولك 3.24%، قريبة جدا للي احنا طلعناه. يبقى احنا كده خطواتنا صح. رقم 4، هو عايز الجذر التكعيبي ل9 ناقص 1. زي ما اتفقنا مالكش دعوة بناقص 1، انت امشي خطواتك على الجذر التكعيبي ل9، وفي الاخر زي ما هو منقص 1 صحيح ابقى نقص له 1 من هنا ومن هنا. يبقى احنا كده هنقول له الجذر التكعيبي ل9، هجيب لك عدد قبلها وعدد بعدها. مين اللي قبل ال9 وله جذر تكعيبي؟ هي اكيد ال8. طب يبقى اللي بعدها جذر التكعيبي لل8 2، يبقى انا عايز حاجه كده جذر تكعيبي الحاجه تديني 3، ان هو اللي بعد ال2 اكيد ال27. قول له كده يبقى اذن دي ب2 ودي زي ما هي 9 ودي جذرها التكعيبي 3. ونفس الكلام قول له الاتنين دي اللي قبلها هزود عليها 1 من عشرة كل مرة، تبقى 2.1 من عشرة. بس ده عشان جذر تكعيبي انا مش هربع، انا هكعبها هخليها أس
3. أول على طول ما تعمل 2.1 أس 3 الآلة هتقولك 9.261 ده أنا عديت التسعة على طول، مش محتاج أن أنا أعمل 2.2 و2.3، لا أنا عديت التسعة. يبقى أقول له كده الجذر التكعيبي لتسعة اللي أنت عايزه ينحصر بين حاجتين. أنا هنا دي أكبر من الجذر 9، ده 9 وشوية، يبقى أنا هكتبها هنا على الشمال. طب مين اللي قبلها؟ دي 2.1، يبقى أكيد اللي قبلها الاتنين بس. طب أنت كده أقول لك القيمة التقريبية الجذر التكعيبي لتسعة 2.2، لا هو عايز جذر التكعيبي لتسعة ناقص 1. زي ما هو عمل اعمل، نزل كده العدد ده زي ما هو وقول له هنا نقصت 1، يبقى أنا كده هنقص لك من هنا 1 ومن هنا 1. الاتنين دي لما نقص منها 1 تديني 1. طب 2.1 لما نقص منها 1 ما تقوليش 2، ده أنا هنقص 1 صحيح يبقى نقصه من العدد الصحيح. الاتنين دي نقص منها 1 تبقى 1، والكسر زي ما هو. يبقى أقول له كده إذن الجذر التكعيبي لتسعة ناقص 1 بيساوي تقريبا القيمة التقريبية بتاعته، يا إما 1 يا إما 1.1. أقول له 1 أو 1.1. طيب باستخدام الآلة الحاسبة، أقول له باستخدام الآلة الحاسبة أروح أكتبها على الآلة الجذر التكعيبي لتسعة، هكتب شيفت جذر 9 وأروح بعيد كده بالسهم واضغط ناقص 1 عشان ما تجيش السالب 1 ده تحت الجذر، أنا عايزه بره الجذر. الآلة هتقول لي يساوي تقريبا 1.8، قريبة جدا من اللي احنا طلعناه. يبقى احنا كده اتأكدنا ان خطواتنا صح. السؤال رقم 6 اختر، بيقول لي العدد غير النسبي في الأعداد التالية هو ايه؟ عايزنا اختار غير نسبي. طبعا جذر 1/4 ده نسبي لأن ده تحت الجذر بس له جذر الواحد 1 وجذر الأربعة 2، يبقى ده مش هينفع. هو عايزنا نختار عدد غير نسبي. طب الجذر التكعيبي ل8 دي تساوي 2 ليها جذر، خلاص يبقى ده نسبي. طب الجذر التربيع ل4 ل9، ال4 ليها جذر 2 وال9 ليها جذر 3، خلاص يبقى ده نسبي. الغير نسبي هو جذر 2 لأنه عدد تحت الجذر وملوش جذر. رقم 2 بيقول لي إذا كان س تساوي جذر 2 وص تساوي 2 أي مما يلي لا يمثل عدد نسبيا، يعني ما ينفعش يكون نسبي. أقول له هنا كل الاختيارات اللي انت مديها لي أنا هعوض عن السين بكام والصاد بكام وأشوف الناتج هيديني نسبي ولا غير نسبي، وأنا اختار الغير نسبي زي ما انت عايز. أول اختيار بيقول لي س تربيع زائد صاد، السين هو مديها لي بجذر 2، يبقى أقول له جذر 2 تربيع زائد صاد هو مديها لي ب2. طب هي جذر 2 تربيع، احنا كنا متفقين قبل كده التربيع يطير لي الجذر يتبقى لي 2، كمل زائد 2. طب ما هي 2 زائد 2 ب4، وال4 دي نسبي يبقى دي غلط. اروح اعوض في تاني اختيار بقيمة السين والصاد واشوف هيديني غير نسبي ولا لا. السين شيلها واكتب جذر 2 زائد صاد تربيع شيلها واكتب 2 تربيع، 2 تربيع ان هي 4. طب طلع عندك جذر 2 زائد 4 ما اقدرش اجمعهم، دول مش متشابهين، في حاجة منهم اهو تحت الجذر وملهاش جذر، يبقى ده فعلا غير نسبي. يبقى هنا بيقول لي أي مما يلي لا يمثل عدد نسبيا، أقول له ده مش عدد نسبي عشان طلع لي حاجة تحت الجذر وملهاش جذر. رقم 3 بيقول لي العدد غير النسبي المحصور بين 2 و3. أقول له أنت هنا مديني 2.5، دي طبعا غلط، أنت عايز عدد غير نسبي وده نسبي. طب الجذر 10 ده غير نسبي، والجذر 7 غير نسبي، والجذر 3 غير نسبي، كل دي أعداد تحت الجذر وملهاش جذر. يا ترى هختار مين؟ انت عندك هنا 3 اختيارات تحت جذر تربيعي، عشان تسهلها على نفسك الأعداد اللي مديهم لك دخلهم تحت جذر تربيعي. يعني الاتنين دي لما دخلها تحت الجذر تربيعي، جذر مين يديني 2؟ أكيد جذر ال4، أو اضرب الاتنين في نفسها مرتين يديلك 4، يبقى جذر ال4 هو 2. طب اضرب ال3 في نفسها مرتين يديلك 9، يبقى جذر ال9 هو ال3. كده عندي دي بقت تحت جذر ودي تحت جذر. مين اللي بين ال4 وال9؟ ال10 بين ال4 وال9؟ لا، أكيد ال7 هي اللي بين ال4 وال9،
يبقى جذر 7 هو اللي بين جذر 4 وجذر 9، ان هو بين الاتنين وبين التلاتة. رقم 4 بيقول لي العدد غير النسبي المحصور بين دول. اقول له 1 دي غلط عشان ده نسبي، انت عايز عدد غير نسبي. باء دي غلط، دي ألف غلط، وباء غلط عشان باء برضو نسبي. يبقى أنا عندي كده الاختيار بين جيم وبين دال. واحد ذكي هيقول لي ما ده سالب وده سالب، يبقى أكيد جيم هي اللي سالب، هي الاختيار الصح. أقول له ماشي. طب عايز تتأكد، دخل لي جذر 2 دي أو سالب 2 دي تحت الجذر، بس خلي بالك ده جذر تربيعي، ما ينفعش السالب تبقى تحت الجذر التربيعي، هخليها بره. الاتنين لما تخش تحت التربيع تبقى 4، والواحد لما يخش تحت التربيع يبقى 1، وخليت السالب برضو بره. مين اللي بين السالب جذر 1 والسالب جذر 4؟ أكيد سالب جذر 3. ما تختارش الاتنين عشان دي بالموجب، أنا عايز اللي بينهم يبقى سالب. رقم 5 بتغلط ناس، يقول لي جذر التربيع 10 يساوي تقريبا مين؟ لو انت دخلتها على الآلة الحاسبة كده اكتب جذر 10، الآلة هتقول لك 3 و1 6 2 2 7 7 وهكذا، يعني 3 وشوية صغيرين. ففي ناس هتتلخبط، يا ترى اختار 2 و99% ولا 3؟ ما الاتنين دول قريبين من ال3 وشوية. طب عايز تأكد لنفسك تعمل ايه؟ ربع دي وربع دي وشوفهم مين فيهم أقرب لل10. لما هتربع 2 و99%، الآلة هتقول لك 8 و94%، يعني تحط لها أس 2 تدي لك 8 وشوية. لما هتربع دي هتدي لك 9. طب مين اللي أقرب لل10؟ 8 وشوية ولا 9؟ أكيد 9. يبقى الاختيار بتاعي هو جيم، أن هو رقم جيم، أن هو 3. 6 بيقول لي أقرب عدد صحيح للعدد الجذر التكعيبي 25. هات عدد قبله كده وعدد بعده وشوف مين في الاختيارات هو القريب منه. اللي قبل 25 ولها جذر تكعيبي هو 8، الجذر التكعيبي 8، ان هي العدد الصحيح بتاعها 2، جذر التكعيبي 8 2. طب اللي بعدها وله تكعيبي، طالما اللي قبلها 2 يبقى اكيد اللي بعدها 3، الجذر التكعيبي الكام يديني 3؟ هو 27، ده ب3. طب مين القريب منها، ال2 ولا ال3؟ ده قبلها وده بعدها. شوف مين القريب لل25 اللي تحت الجذر، ال8 أقرب ولا ال27؟ أكيد ال27. يبقى الجذر التكعيبي لل27 اللي هو أصلا ب3 هو أقرب حاجة ليها، إن هي رقم باء. رقم 7 إذا كانت نون تنتمي لصاد الموجبة، يعني عدد صحيح موجب، فإن نون بكام؟ أقول له نون دي حاجة قبل الجذر التربيعي ل26، أدور مين له جذر تربيعي قبل ال26 هلاقيها ال25، وجذر ال25 هو 5، يبقى النون هنا ب5. طب رقم 8 بيقول لي طول ضلع مربع مساحته 6. هو طول ضلع المربع لما يكون مديني المساحة أطلعه إزاي؟ بقول له جذر المساحة. ليه؟ لأن المساحة طول الضلع في نفسه، فأنا عايز أعرف طول الضلع كده ده اللي مديني مساحته ب6، مين اللي ضربته في نفسه اداني 6، يبقى آخد جذر ال6. طب ده طول ضلع المربع ان هو جذر 6، هل جذر ال6 عدد طبيعي؟ اقول له لا، ولا صحيح ولا نسبي، ده عدد غير نسبي لان تحت الجذر وملوش جذر. رقم 9 بيقول المربع اللي طول ضلعه 3 عايز المساحة بتاعته. اقول له انت عايز المساحة، يبقى ده سؤال مباشر. المساحة بتاعت المربع طول الضلع في نفسه، يعني طول الضلع ان هو جذر 3 في نفسه ان هو في جذر 3، كنا بنقول اضرب الجذر في روحه تطلع روحه، يعني يديني 3 بس من غير جذر، يبقى جذر 3 في جذر 3 يديني 3. واحد عايز يعملها بطريقة تانية يقول لي انزل الجذر واضرب 3 في 3 ب9. طيب ماشي، ما هو جذر ال9 برضو 3، يبقى هنا المساحة بتاعته 3. 10 المربع الذي مساحته 10 يكون طول ضلعه كام؟ زي ما اتفقنا مدي لك المساحة وعايز طول الضلع في المربع، خد جذر المساحة، يبقى جذر المساحة ان هي 10، ودي ملهاش جذر، خلاص يبقى اختار جذر 10. رقم 11 بيقول لي مجموعة حل المعادلة دي. عندي قوس مضروب في قوس، طالما جنب بعض كده يبقى مضروبين، بيساوي 0، وعايزها في نون شرطة ان هي في مجموعة الاعداد غير السالبة. اقول له والله لما يبقى عندي حاجتين مضروبين في بعض بيساوي 0،
اكيد واحدة منهم بصفر. مين فيهم بصفر معرفش، فعشان كده انا هساوي لك كل قوس فيهم بالصفر، وهطلع لك حل دي وحل دي. سويت القوس الاول بصفر وهساوي القوس التاني بصفر. احل معادلة عادية، خلي السين في طرف لوحدها وقول له يساوي، وودي دي بعكس اشارتها. كنا بنقول اللي يطلع من حارته تتغير اشارته. سالب جذر 5 هخليها جذر 5. هنا نفس الكلام، س تساوي، ودي دي بعكس اشارتها تبقى سالب جذر 3. هو عايزها في نون شرطة اعداد غير نسبية. هل ده غير نسبي؟ تحت الجذر وملوش جذر. هل ده غير نسبي؟ ايوه برضو تحت الجذر وملوش جذر. يبقى اقول له مجموعة الحل هي جذر 5 وسالب جذر 3. وهنكتفي بالقدر ده النهاردة او في الفيديو ده عشان ما اطولش عليك وقت الفيديو. وباقي التمارين ان شاء الله مجرد ما هخلص كلام هتلاقيها ظهرت في مربع بفيديو تاني عشان ما اطولش عليك الفيديو ده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وتكونوا فهمتوا. ودلوقتي اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.